السلام عليكم. اليوم الدرس حيكون كيف نجمع الصور بطريقة احترافية بالفوتوشوب. أول شي بندخل صورة على الفوتوشوب. اختار هذه الصورة، صورة يارا الله يرحمها. اختار بعد صورة بدي اخليها خلفية. اختار هذه الصورة. طيب أنا حأكبس على هيدا الأداة حتى أريح حالي بالشغل. لو في صور تانية ما حتظهر هون. طيب أنا أول شي حشيل هيدا الشخص مع القارب له. نضغط على هيدي الأداة. مثلا ما بدي اشيلها كلها مرة واحدة عشان ما تجي الصورة موهة كلياتها. اختار مثلا نصه، نص اللي بدي اشيله. علمتها. بسحب هيدي لبرا. اوكي. طيب كمان بسحب هيدي كمان بشيله. بسحبها. اوكي. نرجع لبرا. بسحب صورة يارا مثلا على الخلفية اللي عملناها. كمان برجع لهون. اوكي. هلا بضغط كنترول تي حتى صغر الصورة. طيب صغرناها. طيب بعد كمان. طيب مثلا انا هلا بدنا ارفع هيدي لفوق ورجع انزلها. مثلا لو كبسنا هيك وارجع كمان ارجع اكبس كنترول تي. طب اختصارا للجهد بضغط على هيدي. هيك بتضل موجودة هيدي هون. لو كبسنا مثلا مرتين زغرناها كبسنا بتضل موجودة. الفرق من ضلنا نكبس كنترول دي. بنحط على يسار الصورة الأساسية. طيب بدنا ننزل هيدي الصورة لتحت. ما فينا لأنه القفل موجود هون. نضغط مرتين. اوكي. برفع الصورة لفوق. طيب بنخفف حدة الصورة أو وجود الصورة على التصميم أو على هون. نضغط كاليتي إلى نخففها شوي. كمان هون. هيك تمام. طيب حدخل بعد صورة ثالثة أنا على هون. برجع لورا. دخل صورة ثالثة. أحط هيدي الصورة. بسحبها لجوا. برجع لهون. هلا أنا بدي صورة علم سوريا بس. ما بدي صورة الوجه ولا الكتيبة الموجودة هون سوريا. طيب بضغط على هيدي الأداة. بعلم الصورة اللي بدي إياها أنا. مثلا بدي بس صورة العلم. هيك تمام. بضغط رايت كليك. بضغط على لاير فيا كوبي. برجع على هيدي الصورة الأساسية بعملها أو بشيل العين. بعملها ديليت. برجع على هيدي الصورة. كبرها قد ما بدي أنا حكبرها على مساحة العمل كله. طيب بنزل الصورة لتحت شوي. مثل ما ملاحظين تغيرت شوي. كمان بخفف حدتها. كمان من تحت. كمان ننزلها شوي بعد حسب الحاجة اللي بدنا إياها. هيك كون انتهينا من درس تجميع الصور بطريقة احترافية. طب أنا هلا بدي أضيف بعد اسمي مثلا هون. بضغط على تي على الكتيبة أداة الكتابة. بكتب مثلا سوريا الأسد أو يارا عباس. طيب
نكبرها شوي. عم تغير بشكل الكتابة هلا، بس ما بدي اياه يكون شكل كلاسيك او عادي. فوت على هيدي، نحن طبعا بكون عنا هيدي، بنفوت على هون ستايل، بنغير فيهم. طب لو ما عجبني هيدول، بضغط على هالسهمين وبختار اللي بدي اياه من هون، من هون لتحت. حتى لو عملنا اضافات تانية ان شاء الله بنضيفهم بالدورات، بنضيف عليهم مثلا من هون. طب انا بدي هيدا الشي شكله حلو. طب بدي اخفف هيدي اللي فوق، بدي اخففها شوي لتحت. كيف بدي اعملها؟ بضغط هون رايت كليك، بضغط على خصائصها، فتحت عنا هيدي الصفحة. بكبس هون مثلا، عملت لها لون احمر. مثلا بدي كبر حدة اللون الاحمر او كبره، كبر من هون سايز، برفع قد ما بدي، بغيرها شوي. مثلا بعد شغلة هون، بعد شغلة هيدي. طب ما بدي انا يكون لون، بدي اياه مجموعة الوان. مثلا بضغط على هيدي، بضغط هون، بضغط مثلا على هيدي. مثلا اخترت هيدي، بضغط اوكي. هيك بكون انتهينا من الكتابة. برجع على حتى نحفظ العمل ونسيفه. بضغط على فايل، سيف از، هون على الجي بي جي. سيف. طيب هون انا، هون حدد الصورة او حجم الصورة او جودتها. كل ما نزلنا كل ما بينزل حجم الصورة. مثلا انا بفضل نعملها على اعلى جودة اللي هي 220 مثلا، هون لارج ماكسيموم، حتى تكون جودتها اكبر. مثلا حطينا مثلا هون 15 كمان، لا ما بيمشي، عشان حددها اكتر شي 12. بنحفظ العمل او بنسيفه. وهيك بكون انتهينا من درس تجميع الصور بطريقة احترافية بالفوتوشوب.